خدها مني وما تراجعش ورايا. دي الجملة الشهيرة للصحفي الرياضي المتميز زميلنا وصديقنا واخونا العزيز علي خلاف. علي يا جماعة امبارح في او اول امبارح بقى في ماتش بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية تحدث مع بعض الصحفيين من دولة موزمبيق الصديقة. لكن في ناس كده زي ما بتقولوا عندهم متلازمة العلي خلاف، يعني بقالهم فترة. علي صديق طبعا عزيز علينا كلنا، فالناس دي مش عايزه علي يبقى كويس، او مش عايزه علي يظهر في الصوره، ومش عايزه علي يبقى ترند، وعلي على طول ترند. وده يعني شهاده يعني شهاده هتبقى مجروحه، لان احنا يعني اصدقاء بقالنا حاليا 10 سنين تقريبا بدانا يعني مسيرتنا مع بعض. القصه بتاعت الانجليزي وان علي اتكلم ونصف نادي الزمالك. علي اولا يقول اللي هو عايزه، وجماهير النادي الاهلي، وركز لي مع جماهير النادي الاهلي، تقول اللي هي عايزاه. لكن لما تبقى زميل وصحفي وتطلع وتتريق وتتكلم، طب يا سيدي ورينا الانجليزي بتاعك. طب ورينا الانجليزي بتاعك، القصه وما فيها، عشان برضو يعني شرح كده في عجاله. ويشهد على ده الزميل احمد الببلاوي والزميل عمرو فؤاد. احنا كنا قاعدين في المدرجات بشكل عادي بنقوم بعملنا الصحفي. بعض من الاصدقاء الصحفيين من دوله موزمبيق المرافقين لبعثه بلاك بولز بيكلمونا. يعني عمرو جه بيقول لي الراجل بيسال عن قائمه المباراه او تشكيل المباراه. قمت كلمت الراجل. انا الانجليزيه بتاعتي الحمد لله يعني في السبورت فيلد كويسه نوعا ما تمشيني. انا مش يعني مثلا مش مترجم جوارديولا، بس يعني كويس تمشيني. اتكلمت وكلمنا الناس وبشكل عادي، والناس تقبلت والناس بتهزر. فعلي شافني، فبقول له يا علي، طب الناس كلمهم وصور معاهم، والناس عايزه تعرف مين اقوى لعيب في الزمالك. علي قال ماشي. فظهر الحوار اللي دار ما بين علي وما بين الناس. علي بيقول لهم يعني هم بيتكلموا بيقولوا هو الزمالك قوي. ده بدايه الحوار، بيقولوا الزمالك قوي، او الزمالك من يعني من كبار افريقيا، او مين اللعيبه الاقوياء. قال له الزمالك اكبر نادي واكبر قلعه رياضيه، والكلام اللي احنا شفناه. علي بقى الانجليزي بتاعه ضعيف، الانجليزي بتاعه قوي. يا سيدي ورينا انت الانجليزي بتاعك، ياللي بتتكلم وياللي بتقول انك صحفي وياللي بتقول انك زميل. حركه مش موفقه خالص منك. وفي ناس كده مركزه مع مجموعه معينه من الصحفيين الشباب، يعني عايزين نوجه لهم كلمه. والله لو بتعرف تعمل اللي احنا بنعمله اعمله. لو عندك الجراءة ان انت تقف وتتحدث مع صحفيين من دول تانية، وعلى فكرة هي مش اول مرة ان احنا نتحدث مع صحفيين زملاء من دول تانية، المغرب، تونس، بنتكلم وبيقفوا معانا في الاستاد وبنكلمهم، وناس ليهم كل الاحترام والتقدير منا. وفي صحفيين كتيرة جدا بنتواصل معهم من دول كتيرة. لكن انت ما عندكش ده، وعندك يعني حساسيه او بتتكسف. دي يعني مش شغلانتك كصحفي، وعلى ما اعتقد ان انت لا زميل ولا اي حاجه، لان اللي بيعمل كده بيبقى متغاظ وشايل قوي. هي مش اول مره، والرساله عارفه صاحبها. كل الدعم للزميل والاخ العزيز علي خلاف، وبقول له استمر، هتفضل ترند مصر. وخدها مني وما تراجعش ورايا. صوت علي خلاف، وللحديث دائما بقيه. سلام.